اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لسه طبعا مكمل احتفال انا وولادي اجازة بقالهم 4 ايام، فاللي هو ايه ادينا اهو بنسلي نفسنا بعد المذاكرة وبعد الدروس. طبعا الفيديو ده انا عملته انا بايديا، لكن بعد كده هوريكم في الاخر ولادي لما سلقت البيض قعدوا لونوا فيه وعملوا فيه ايه. طبعا البيض ده اللي قدامكم وانتوا شايفينه مش مسلوق. ليه؟ علشان خاطر انا كنت عامله الفيديو ده من بالليل، وما ينفعش البيض، يعني ما بحبش ان هو يقعد شويه كده او فتره مسلوق. فانا عندي بيض وعندي ميه كركديه مغلي واي ورقه خضار، نعناع، بقدونس، كزبره، شبت عشان نلون بيهم. اخدت بيضه ونزلت بيها في الميه، بعدين اخدت عليها ورقه النعناع، وبأي حتة شاش أو شراب قديمة أو أي حاجة عندك وتضغطي البيضة أهو زي ما انتوا شايفين معايا كده. أضغط البيضة كويس، أنا ضغط على فكرة على النعناع كده بحيث إن الشكل يطبع معايا، وأروح أمسكها وأضغط فيها وأربط البيضة. ألف أهو، بدأت ألف في الشاش أو الشراب اللي معايا، أربط بقى البيضة كده. طبعا انا بتعامل بحذر علشان خاطر البيضة نية، بس والله بس عشان الهدر، بس ما هدرش كتير ولا اعمل حاجات بالليل وما تتاكلش. اهو انزل بيها في الكركديه المغلي، نزلت اهو زي ما انتوا شايفين اهو. نعمل معاكم واحدة كمان تاني اهو، ورقة بقدونس بس لقيتها متفرعة وحلوة، ما شبه الشبت شوية، خدتها وبنفس الطريقة اخليها في الشراب واحكم الغلق بتاعها واربط كويس عليها الشاش او الشراب اهو. كنت بجرب واحدة كمان معاكو، يعني مش هكتر العدد، هما كام واحدة بس كده للمعرفة، واللي هو احتفل بيهم انا وولادي وينبسطوا بيهم. انتوا عارفين الاولاد بتحب الالوان والتلوين والحاجات دي، فاللي هو ايه بدور على اي طرق من البيت مبسطة افرح بيها ولادي ونفرح نفسنا بيها واحنا قاعدين جوه. لا عملنا حاجة غلط ولا حاجة حرام، وادينا جوه بيوتنا بيبقى مكفولين علينا وبنحاول ننبسط بالطريقة اللي تريحنا اهو. ولا اي حاجة، الكركديه كان عندي موجود في البيت، والبيض الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر كان عندي برضو. هنا كمان بالونات، البالونات العادية كانت موجودة برضو عندي اهو. احنا متفقين ان احنا على قد ايدينا ماشيين واحدة واحدة وبالراحة. بنشتري خامات من بره وبنشتري اكلات وبنشتري حاجات كتيرة، بس برضو في متناول ايدينا اهو. اخد البيضة واحاول ادخلها في البالونة بحيث ان احنا ندي شكل برضو تاني، بدل ما نلون ونبهدل ايدينا. وبرضه هنلون عشان الاطفال بتحب التلوين، بس سبت طلعت الالوان دي لاولادي بصراحة، وهلون معاكم برضه. ادي البيضة اهي بقت زي الفل وشكلها حلو، بقت بيضة جولد اهي زي البيضة الدهب بتاع جحا. ايه رأيكم بقى؟ شكلها حلو خالص برضه. وابني لما صحي من النوم الصبح وشافهم عجبوه خالص. بعد كده قعدت سلكت له البيض الحقيقي بقى وقعد لون ولعب بيه، وكتبوا اسماء كمان عليه هوريهولكم في النهاية. هنا جبت منديل وبنتي جابت لي الالوان بتاعتها، وقعدت عملت شورت كده اي كلام رايح وجاي، بس طبعا الالوان ما كانتش قوية عشان هي مستخدماها كتير، فاللي هو الشكل مش هيطلع قوي معايا، الالوان مش هتبقى واضحة كده وزاهية. فمرة تاني انتوا لو عندكم الوان افضل من كده ابقى اتعاملوا بيها، عشان الالوان بتاعتي كانت تقريبا على تشطيب يعني اهو. قلت لكم هنتعامل باللي عندنا.
اهو. تمام. نقط، شرط، مربعات، مكعبات، اي منظر وخلاص. اهو. وهناخد بضاية ونروح بلينها مية اهو، وننزل بيها في المنديل ونلف المنديل بالراحة وبعناية اهو. شايفين بمجرد ما اتبلت اللون بدأ يتوزع ازاي اهو. طبعا لو الالوان قويه كنت هتلاقوا لمعه الالوان جامده جدا. السنه اللي فاتت كنت عاملاها لاولادي بس ما كنتش لسه فتحت القناه، فكانت الالوان شكلها فظيع، كانت حلوه جدا وواضحه اهو. احطها برضو واعمل واحده كمان اهو، برضو بنفس النظام منديل اهو. ما تنسوش تحطوا اللايك يا حبايبي واذكروا الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اهو. هنا انا بالالوان برضو زي ما عملنا في المنديل اللي قبل كده، وهننزل برضو نبل البيضة وننزل بيها اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. تمام اهو. يلا نقط، يلا شروط، اي منظر يلا اهو. برضو نبل البيضة اهو زي ما قلت لكم اهو اهو. عفوا اهو اهو اهو. يلا من الالوان دول اهم. بنتي وانا واقفة بعمل معاكم الفيديو لونتهم من الالوان دي، بقت تاخد بالفرشة وتلون كده زي ما وريتكم اللون اللي بتحبه. راحت عملت لي الاربع بيضات دول وهي شطورة ما شاء الله عليها وما تكسروش منها اهو. كده اللي كان في الكركديه طبعا عشان الفيديو ما يطولش عليكم يا حبايبي هفكهم، بس انتوا لو سبتوهم وقت اكتر اللون هياخد فيهم اكتر. ومش بس الكركديه، ممكن قشر البصل اصفر واحمر مع بعض، ممكن الالوان اللي هي الصحيه اللي بتتجاب من محلات الحلواني دي بتبقى كذا لون، نحط نقطتين في كل بوله وعليهم شويه ميه ونعمل اللون اللي احنا عايزينه اهو اهو. زي ما انتوا شايفين هنا فكينا عليهم وحوشنا الخضرة شايفين، والله لونها روعة وشكلها طالع أحلى، جميلة جدا 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 جدا. حاجات بسيطة جدا ومن البيت وبتفرح أولادنا، بتفرحهم جدا. يعني إياد ابني كان نايم أول ما صحي الصبح لقاهم كان مبسوط بيهم جدا خالص. رحنا سلقنا وقعدنا بقى لعبوا براحتهم. شايفين دي ورقة النعناع طالعة جميلة وحلوة خالص برضو اهي، جميلة اهو. وكده اهو خلصنا وادي شكل البيض جمعناه في الطبق ده، وده البيض اهو. واحتفلنا وبسطت اولادي ولونه، وهنا كمان شوكولاتة وسوداني واهو وفشار، والحاجات دي الاطفال بتحبها جدا
وكل حاجة من عندنا في البيت، ما اشتريناش حاجة من بره. الحاجات دهيت كانت موجودة من ضيافة العيد الصغير، كانت موجودة عندي، اديني قدمتها اهو. رصة الفول في طبق زي ما انتوا شايفين اهو، وطبق ووزعت عليه الشوكولاتة. ده كله ده كان بواجي، كان فيه من كل نوع ربع كيلو ربع كيلو ربع كيلو. متبقي بقت الحاجات دول، فقلت ازين بيهم واظبط بيهم اهو. التوفي والحلاوة دي اللي هي اسمها ايه، مش عارفة اسمها ايه الحلاوة دي، اللي هي السادة ملوكي او ايه حاجة زي كده اهو. والفشار والبلالين طبعا، نفخنا كده بالونتين، واحدة لابني وواحدة لبنتي عشان يلعبوا بيهم مع بعض. وربنا يبسط أولادنا جميعا ويفرحهم، ونقدر دايما كده نكون سبب في فرحتهم. وشاركت معاكم الفيديو ده علشان اوريكم انا من جوه بيتي بحتفل ازاي.